تعالى اقول لك ازاي تاكل البيتزايه دي ب 70 جنيه بس. ليه بقى؟ ليه كده؟ كنت بدور في محلات البيتزا وبشوف ايه العروض وايه الاسعار اللي وصلت لها البيتزا بعد رمضان. ظهر لي براند اسمه روما بيتزا تو جو. البراند ده انا شفت له اعلانات كتير على الطرق قبل رمضان ومنزل عروض كويسه. دخلت على السايت عنده ولقيت ان لسه العروض دي مكمله عنده. ممكن تشتري بيتزايه كامله ميديم ب 70 جنيه بس. فلقيت الاسعار دي جامده جدا انك تفوتها. حبيت اشوف هل الكواليتي فعلا هيطلع كويس ولا على قد سعرها. فخلينا نعمل لايك وشير الفيديو وخلينا نشوف عروض روما بيتزا. اول عرض معانا ممكن تشتري البيتزا اللي انت عاوزها حجم السمول ومعاها كولا ب 70 جنيه بس، ب 69 جنيه عشان ابقى دقيق، والاسعار دي شامله الضريبه وشامله كل حاجه. في عرض اجمد من كده كمان بس موجود على السايت، بس انا برضو طلبته، بس العرض ده تقريبا ممكن تطلبه عادي عن طريق التليفون او عندهم عادي. انا طلبت البيتزايه السمول تبقى تشيكن رانش. هم حاطين الليبل بس مش معلمين على تشيكن رانش. عجبني قوي ان هم جايبين الكولا جوه الكيس ده، ما شفتهاش في محلات كتير. وانا بعد ما طلبت البيتزا لقيت نمره بافلو برجر بتكلمني، فغالبا كده البراند ده مشتق من بافلو برجر. والله حجمها مش وحش يعني. ايه ده؟ انا شفت البتاع دي فين قبل كده؟ ده صوص رانش زياده. دي البيتزايه حجمها حلو بصراحه بالنسبه لان هي سمول، وبرده فيه اهتمام بالتفاصيل شويه. طابعين اللوجو بتاع روما بيتزا على البتاعه دي. دي البيتزايه للاسف ما قلتلوش عاوزها عاديه ولا سبايسي، فهو حاططها سبايسي، حاطط هالبينو عليها، طماطم، صوص رانش، والعجينه بتاعتها شبه قوي يعني. دي شبهها قوي. وقطع فراخ بصراحة كبيرة وحجمها حلو وكميتها حلوة، وطماطم سهلة كده محموشة بس من هنا سنة بسيطة. خلينا كده ندوق. بصوا حتى كمية الفراخ وحجمها كبير ازاي. بسم الله. حلو قوي بغض النظر عن الاطراف اللي اتحمشت كده سنه بسيطه. العجينه خفيفه ودي حاجه انا بحبها في البيتزا، ما بحبش العجينه التخينه قوي دي. طعم الفراخ حلو وكميته حلوه وحجمه حلو. الصوص اللي محطوط على البيتزا حلوه جدا. كميه صوص الرانش بقى وطعمه جامد جدا. هي شبه قوي البيتزا دي، بس هو بيديلك ب 70 جنيه ومعاها الكولا دي. بس خليني بقى اقول لك ازاي تجيبها ميديم بقى كمان ب 70 جنيه. باعتين المنيو في عرض اسمه دبل ديل، 2 بيتزا حجم وسط ب 210 شامل الضريبه، يعني البيتزايه ب 105. سيبك من العرض ده، في عرض عندهم على السايت بس، يعني تطلبه عن طريق السايت. لو اشتريت بيتزايه ميديم هتاخد عليها بيتزايه ميديم هديه. يعني لو انت اشتريت التشيكن رانش دي ب 140 جنيه هتاخد بيتزايه ببروني او مارجريتا هديه معاها. طبعا هتختارها ببروني، فانت البيتزايه التشيكن رانش دي الميديم هتقف عليك ب 70 جنيه بس انا عشان اجرب الثلاث حاجات اللي عندهم لحمه وفراخ وسي فود، انا طلبت بيتزايه عندهم اسمها رانش كاتش، حاسسها قريبه جدا من السي رانش. دفعت في البيتزايه دي 240 جنيه، وطبعا خدت عليها هديه اللي هي البيبروني. بس انا زي ما بقول لك اطلب التشيكن رانش هتاخد بيبروني. ليه بقى؟ ليه كده؟ اول مره اشوف القصه دي. جاي معاها شطه لو انت عاوز تخليها سبايسي او حاجه، برضو صوص رانش، والبيتزايه نفسها زي اسمها رانش كاتش. تفرق عن السي رانش ان الزيتون هنا اسود قوي. صوص رانش متغرق فلفل، في هنا كرابس، وفي جمبري، ده صبيت، وكميه صوص رانش محترمه. انا معرفش ليه بس الاطراف عامله كده. هنشيل دي كده، وده الحجم الميديوم. اسعار الحاجات دي من غير العروض هكتبها لكم هنا، فبسم الله. العجينه برضو رفيعه، ايطاليان بيتزا بقى وروما. هو الحمش اللي بره ده ابعد عنه، غير كده هي محتاجه صوص رانش اكتر، فممكن تزود صوص الرانش ده يبقى طعمها احلى. عجبني ان كل شريحه في البيتزا محطوط عليها جمبري، محطوط عليها كاليماري، ومحطوط عليها استاكوزا. بس محتاج يتقطع اصغر من كده. حجم الجمبري صغير شويه بس مش وحش قوي. البيض بس عشان بيعض فمخلي الطعم دراي شويه، يعني عشان كده بقول لك زود صوص رانش، او ان الصبيط يتقطع صغير زي ما قلت لك، او انك تشيله خالص بقى، يعني فاهمني. البيتزا الفري اللي جايه ممكن تختارها ببروني او مارجريتا. اخترتها ببروني وش احلى شكل بيتزا فيهم كلهم، وبرده جايب معاها شويه الشطه دول. تحب الشطه بقى وكده، هو جايب لك معاها علبه شطه. واضح ان صوص الرانش عنده بيوزعه ببلاش، اي بيتزا نازل معاه صوص رانش. في بيتزا بيبروني حجم الميديم، مش ضاحكين عليك، لا هي حجم ميديم فعلا. العلامه بتاعتهم متغرقه فعلا بقى بيبروني وصلصه، يعني كل شريحه عليها 3 قطع بيبروني، صلصه وجبنه. كميه الجبنه حلوه بصراحه، وبرده عجينه رفيعه، ودي بصراحه الحمد لله يعني مش محموشه ومش اي حاجه. دي اكتر بيتزا بصراحه انا شايفها شكلها حلو. ده شكل السلايس. بيتزا سلاحف النينجا. بسم الله. البيبروني عامة هي أكتر بيتزا بيبان فيها طعم الصلصة، طعم الزعتر باين فيها، تحسها صلصة متكلفة، تحس إنك بتاكل بيتزا إيطالية على أبوها. دي أكتر واحدة فيهم سواها مظبوط. فانت ممكن تشارك الفيديو ده مع واحد صاحبك، تروح تجيب واحده رانش ميديم، هتاخدوا عليها واحده بيبروني ميديم هديه، وكل واحد فيكم هيدفع 70 جنيه. عرض من احسن عروض البيتزا اللي موجوده دلوقتي في مصر. لو هرتب الثلاث بيتزات، البيبروني احلى حاجه، بعدها التشيكن رانش، واخيرا السي فود، يعني محتاجه شويه تظبيط شويه. اختصارا بقى، براند روما بيتزا انا شايفه من البراندات اللي هتاخد وضعها جدا الفتره الجايه في البيتزا، خصوصا بالاسعار اللي هم بيقدموها، مع خبره ان ما كنتش غلطان بافلو برجر في اداره المطاعم، مع الاهتمام بالتفاصيل البسيطه زي الكيس وزي حجم العلبه. الحاجات البسيطه دي هتخليه فعلا من البراند
البراندات المميزه في البيتزا. الموضوع كله كان بالصدفه وده الريسيت. ادخل على السايت اطلب احسن لك، الاوردر وصل لي تقريبا في خلال ساعه. فلو عجبك الفيديو وعاوز تشوف عروض تانية للاكل في مصر اعمل لايك للفيديو، شير الفيديو، واعملي فولو على فيسبوك، فولو على انستجرام. ما تنساش لو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.